السلام عليكم. كيفكم شباب؟ شو اخباركم؟ مثل ما انتم شايفين بالصورة بدنا نعمل دهلاية باشا، طبخ خفيف وسريع مش محتاج اشي كثير. تمام، اول اشي المواد الاولية اللي احنا بنحتاجها 6 حبات كاشو مع شوية رز الحلبي مطحون، تقريبا 100 جرام رز الحلبي مطحون برضو، وشوية دقة. وهاي عجينة الخشن المقلية بالسمنة البلدية، انت بتقدر تشتري عجينة الخشن من المحلات من المولات، من محل حلو بتشتري عجينة خشنة وتقليها عادي بالسمنة البلدية أو السمنة العادي، وكريمة. تمام، سكوب 2 سكوب، كاسة 2 سكوب، وصحن فاضي. تمام، راح نبلش من هلا. أول إشي العجين نفرطها. أول إشي طبقة من عجين الخشنة. تمام، نحطها على كذا. تمام، هسا بدنا نخلط تمام. هلا ايش بدنا نعمل طبقات. طبقة من الرز الحلبي، نقدر احنا نحط شوية جبنة مع الرز الحلبي، هاي طبعا حسب الرغبة، في ناس ما بتحب الجبنة. ومثل الطبقة الأولى والطبقة الثانية. الطبقة الأولى كانت عجين، الطبقة الثانية بدها تكون رز الحلبي. هلا ايش طبقة من العجين برضو، عجين الخشنة المقلي. هلا بدنا نحط كمان طبقة. تمام، هلا حطينا الطبقة الثانية. نرجع للطبقة. هاي آخر طبقة طبعا. فيك انت بتقدر تزود إذا حطينا طبقة ثالثة اللي الأخيرة. بدنا نقلب الوضع. هلا صار. هلا بدنا تمام. الكاشو حطين مقابل بعض. هلا ايش رشيت الرز الحلبي. وهيك الطبق تبعنا صار جاهز. اشي رائع. طبعا العين اللي بتاكل، وانتو شايفين يعني طبق بجنن منظره. شكرا للمتابعة، ولا تنسوا تعملوا لنا لايك واشتراك. شكرا لكم.